السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. سوف أتحدث اليوم عن تفسير الحلم أني أقول الله أكبر، وهذا للعزباء والمتزوجة والأرملة والمطلقة. وأيضا تفسير حلم أني في الحج للعزباء والمتزوجة والأرملة والمطلقة. سوف أتحدث بصيغة المذكر، ونفس التفسير للإناث والمتزوجة والعزباء والمطلقة والأرملة. رأيت أنك تقولين الله أكبر في الحلم تفسر حسب سيناريو الحلم، هل قلتها فرحة أم دهشة؟ وهي رؤيا غير صريحة تصف حال. رأيت أنك تقولين الله أكبر والمباني تهتز في الحلم، هو مشاكل وخوف كبير ستكونين فيه بسبب ظروف ما أو بسبب أخبار ما سيئة في مختلف نواحي الحياة. وسماع كلمة الله أكبر آتية من مكبرات صوت المسجد في الحلم تفسر على أخبار ما ستكون، مثل وفاة شخص أو خبر ما مفزع سيكون. ورؤية أنك تقولين الله أكبر وأنت في الحلم فرحانة تفسر على أخبار سارة لك ستكون، مثل أن تنتصري في قضية ما أو على عدو ما، أو زوال هموم ومشاكل كبيرة وقدوم الفرج عليك، أو ستنالين مال وستتخلصين من الفقر وتغير للأفضل قادم. ورؤية المرأة العزباء التي تصلح للزواج أنها في الحج تكبر في الحلم تفسر على أنها ستتزوج مستقبلا إذا لا تنوي الحج. وللمتزوجة والأرملة والمطلقة هو أخبار سارة وسيتحقق لهم هدف، مثل النصر على الأعداء أو تغير للأفضل في حياتهم قادم، أو شيء آخر مفرح قادم. وإذا حلمت المطلقة والأرملة بحلم لبس حلي من قبل هذا الحلم أو بعده، فيفسر حلم الحج لها على أنهن سيتزوجن. هنا نصل نهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.